اللي حصل في بني مزار عام 2005. في فجر يوم 29 ديسمبر تحديدا عام 2005 صحيوا أهالي عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا على أفزع وأغرب مشهد لمجزرة هزت مصر كلها. جريمة وحشية بمعنى الكلمة، محدش كان في باله أصلا اللي هي ممكن تحصل بسبب عدد ضحاياها ده أولا، ثانيا بسبب الكمية اللي اتقتلوا منها واللي هم 10 أفراد من 3 عائلات مختلفة بدم بارد ومن غير أي رحمة خالص. القرية الريفية اللي كانت عايشة في هدوء وراحة وسكينة في يوم وليلة اتحولت إلى مسرح جريمة. في اليوم دوت اتسلسل القاتل أو القتلة في البيوت بيت. في البيت الأولاني قتل الأب ومراته وأطفالهم الاتنين، طفل 8 سنين وطفل 7 سنين، وهم نايمين من غير أي رحمة ولا شفقة خالص. وبعد ما خلص عليهم راح البيت التاني واللي كان موجود فيه محامي شاب هو ووالدته، وبعد ما خلص عليهم راح البيت التالت وأنا حياة المدرس وزوجته وأطفالهم الاتنين، طفل عمره ما يتجوزش السنة قتله كمان بدون وحشية. وبكده يكون خلص تلات بيوت اتخربوا في يوم واحد وما سابش أي أثر جريمة وراه، تحس اللي هو كان متعود أصلا يعمل كده. وكمان النيابة اكتشفت إنه أنهى حياتهم بسكاكين حادة جدا عشان يذبح ضحاياه بنفس الأسلوب بجرح ممتد من نص الرقبة لغاية أسفل الأذن. بين الأطفال والستات مفرقش بينهم مثلا اللي هو لأ ده حرام في قلب عندي ولا أي حاجة. وبدأت الإشاعات في القرية ديت إنه كان بيبحث عن كنز مدفون، ولما ملقهوش قرر إن هو يلجأ للطقوس الشيطانية ومن خلالها استدعى الجن اللي طلب منه قرابين بشرية وبينهم 5 أعضاء تناسلية للرجالة والستات والأطفال اللي قتلوا و5 رؤوس حمام كقربان دموي. وبعد عدة أيام الشرطة قبضت على شاب اسمه محمد عبد اللطيف عنده 27 سنة وبيعاني من اضطرابات نفسية، ووجهوا ليه كل المحاكمات ديت، بس بعد محاكمة سريعة عرفوا إن هو اللي ما عملهاش لأنه كلامه متناقض. وكمان الطب الشرعي أكد إن الجريمة دي حصلت في 2.5 ساعة بس، فمستحيل إنه يكون شخص واحد بس اللي عمل الجريمة ديت في الوقت القليل جدا دوت. لا وكمان ده ما سابش وراه ولا أثر جريمة خالص، وحاليا الجريمة عدت عليها أكتر من 20 سنة ومحدش عارف أي تفسير ليها ولا حتى يعرف اللي حصل دوت. فقول لي انت من رأيك، هو فعلا ده كان واحد وبيعمل طقوس شيطانية ولا مثلا في حاجة تاني غريبة أو ما وراء الطبيعة احنا مش عارفينها؟ فقول لي لو انت كنت من أهالي المنطقة ديت وحصل الموضوع ده قدامك، ايه أول حاجة كنت هتعملها؟ وايه تحليلك للجريمة ديت اللي فات عليها أكتر من 20 سنة محدش يعرف عنها أي حاجة ولا مين اللي عملها؟ بس كده.